قضية الحب، هذه العاطفة الجياشة عالجتها الشريعة معالجة حكيمة، معالجة واقعية بعيدة عن المزايدات وبعيدة عن المغالطات وبعيدة عن المثاليات الخيالية. عاطفة الحب ركبها الله جل وعلا في الإنسان، بل وأودعها حتى غريزة في الحيوان. والحب معناه أن يميل القلب إلى المحبوب لتوهم كمال فيه. والحب من الأمور النسبية التي يتفاوت فيها الناس، ليس له مقياس، ليس له ضابط، ليس له درجة، وليس له سبب واحد موحد، إنما هو من الأمور النسبية التي تختلف من إنسان إلى آخر. فما يحبه إنسان يكرهه آخر، وما يكرهه إنسان يحبه آخر. فالمحبوبات يختلف فيها الناس، ولذلك قيل لولا اختلاف الآراء لبارت السلع. بعض الناس يعتقد أن الحب متعلق بالجمال، ما كان جميلا كان محبوبا، وما كان قبيحا كان مكروها، وهذا فهم خاطئ ليس بصواب، لأن الأمة تحب ولدها على أي شكل كان وعلى أي هيئة كان. لذلك قيل القرد في عين أمه غزال، تراه كالغزال الجميل، وإن كان الآخرون يضحكون منه ويسخرون. والناس فيما يعشقون مذاهب في المأكولات والملبوسات والمشروبات والشخصيات والجماعات والأحزاب والأوطان والبلدان والمناخات والأجواء. الناس يختلفون في محبوباتهم، يختلفون في مصالحهم، ويختلفون في أهوائهم.